الاوردر ده رايح تله، واللي يعرف فين تله يكتب لي في الكومنتات. الاوردر ده رايح تله ومسيطر عليه اللون الاسود. هوريكم اكستنشن الشعر الخمسه كليبسات، او ديل الحصان الكيرل الكثيف، او قصه الشعر الكليبسه، ولكن اوله السنبله، اللي هي بتبقى عباره عن توكه قفاش سنبله طولها حوالي 80 سنتي. دي بتتفك وينفع تتكوي على حراره 180، ينفع تتغسل بميه وبلسم. مسيطر عليه اللون الاسود في القصه الكليبسه الواحده. القصه الكليبسه الواحده قصه شعر فايبر حراري فرنش خفيفه، شكلها تحفه في اللبس. وديل الحصان الكثيف، ديل الحصان التوكه القفاش الكثيف. التوكه دي من البلاستيك الطري، مش بيتقطم بسهوله. كثافه ديل الحصان بتديله شكل روعه في اللبس، تمويجاته تحفه، واللون الاسود بتاعه لون شيك وخطير. هو طبعا لازم انت في اختيار درجه الديل الحصان، الاكستنشن، القصه، ديل الحصان، السنبله، اي ستايل في شغل الشعر الحراري لازم طبعا يبقى نفس درجه لون الشعر عشان يبقى شكله على الطبيعه مش شاذ ويبقى مريح للعين. طبعا عشان يبقى متناسق مع لون شعرك احنا بنحدد لك اختيار اللون من خلال حوالي اكتر من 6 درجات او 7 درجات متوفرين، درجات اسود ودرجات بني، وفي حاجات في الاشقر كمان. ده طبعا الاكستنشن الكيرلي الخمسه كليبسات طول 80 سنتي، تموجاته تحفه، شكله بيبقى روعه في اللبس. طبعا 5 كليبسات، ده لما بيتدبس في الشعر بيبقى متين في اللبس، شكله تحفه في اللبس على الطبيعه. بتقسمي شعرك من النص وتدبسيه.